4 أذكار قرآنية، ساعات بناخد بالنا منهم وساعات ما بناخدش بالنا منهم، ساعات بنبقى حاسينهم قوي وساعات بيعدوا علينا من غير ما نشوف ربنا قايل ايه بعديهم عشان يطمنا ويقوينا ان احنا نقولهم بمنتهى الثقة، لان ربنا وعد بعديهم وعود كبيرة تنجيك من الهم والحزن، تنجيك من مكر الناس، من حسد الناس، تنجيك من أذية الناس. وكأن ربنا سبحانه وتعالى حاطط لنا أذكار تحصننا وتحمينا. ايه ال4 أذكار دول؟ اللي جمعهم مع بعض الإمام جعفر الصادق من أئمة المسلمين، جمع ال4 آيات اللي فيهم الأذكار دول بطريقة جميلة جدا. خليني أقول لك هو بيقولهم إزاي زي ما هو قالهم. الأولى، الذكر الأولاني بيقول: عجبت لمن أصابه أذية الناس كيف لا يفزع إلى قول الله تعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل، ويرددها كثيرا، فإني سمعت الله يقول بعدها. شوفوا كلمة حلوة قوي، كلمة فإني سمعت الله يقول بعدها: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. اللي يقولها كتير والناس بتأذيه ينقلب بنعمة من ربنا وفضل لم يمسسهم سوء. دي الأولى. الثانية بيقول: عجبت لمن أصابه الهم والغم والحزن كيف لا يفزع إلى قول الله تعالى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإني سمعت الله بعدها يقول: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الثالثة: عجبت لمن خاف من مكر الناس وخبثهم كيف لم يفزع إلى قول الله تعالى: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، ويكررها كثيرا: فإني سمعت الله بعدها يقول: فوقاه الله سيئات ما مكروا. الرابعة والأخيرة: عجبت لمن خاف من حسد الناس أن يؤذوه في ماله وأولاده كيف لا يفزع إلى قول الله: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ويرددها كثيرا: فإني سمعت الله يقول بعدها: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، هيعوضني ويرزقني حتى لو حسدت أو حتى لو أذيت. 4 أذكار رائعة، فاكرهم؟ ممكن تحفظهم، ممكن تكتبهم عندك وتستخدمهم وقت الحاجة. الأولى: حسبنا الله ونعم الوكيل. الثانية: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الثالثة: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الرابعة والأخيرة: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم نجنا من الهم والحزن، اللهم نجنا من مكر الناس وخبثهم، اللهم نجنا من أذية الناس، اللهم نجنا من حسد الناس، اللهم احفظنا واحفظ أولادنا يا رب العالمين.